السلام عليكم، اخباركم ايه يا جماعه متابعين قناه ترتشة كوره في كل مكان. النهارده هتكلم عن لاعب بعنوان كان من الامكان افضل مما كان، واللاعب هو محمود كهربا لاعب النادي الاهلي الحالي. في يوم من الايام كان محمود كهربا اشهر من نجم ليفربول محمد صلاح ومحمد النني، وكان سهل قوي يعمل مسيرة قوية كبيرة زيهم كده في اوروبا، ومليون في المية أكيد هو ندمان أشد الندم على القرارات اللي أخدها في حياته الكروية. كهربا يا جماعة أول ما ظهر على الساحة وفرق مصر كلها عايزة تجيبه، عايزة تتعاقد معاه، لدرجة إن هو خرج من إنبي على فريق في سويسرا، وكان عمره وقتها 19 سنة. وفي نفس الوقت كان صلاح والنني كانوا بيلعبوا في نادي باسل السويسري، لكن كهربا عمل مشكلة مع مساعد المدرب هناك وقرر يرمي الفوطة ويرجع تاني لنادي إنبي، لدرجة إن هو بنفسه بيقول لما كلمت صلاح وقلت له إن هو هيرجع مصر تاني، قال إن صلاح قاعد يضحك عليا ومكانش مصدق اللي أنا بقوله، وقال لي الدنيا مش بتمشي كده يا ابني ولازم تصبر شوية. لما كان في الزمالك جاله عرض خيالي لاتحاد جدة، وراح فعلا هناك وقلب الدنيا، وكان من هدافي فريق الاتحاد جدة السعودي، وسجل معاهم في الدور الأول 20 هدف بس، والمدرب خلاه مهاجم الفريق الأول ومتخصص ضربات الجزاء، وبقى كابتن الفريق بعد اللاعب النجم محمد نور، وكان قدامه فرصة تاريخية إنه يكون أهم وأقوى لاعب مصري لعب في السعودية، لكن برضه ما كملش. حتى لما رجع من عقوبة الإيقاف اللي كانت بسبب مشكلته مع نادي الزمالك والغرامة المالية الكبيرة، مرسل الكرة للمدير الفني للنادي الأهلي قرر إن الدنيا تتصلح تاني مع كهربا. لاعب نص موسم بعد العودة من الإيقاف قدر إن هو يكسر الدنيا ويرجع تاني للساحة. بعدها افتكر إن هو عيب وحرام إنه يرجع تاني للمستوى ويكمل على كده، فقرر كهربا يرجع تاني للمستوى للمشاكل اللي هو فيه دلوقتي. مش عارف ألومه ولا ألوم الظروف اللي حواليه، حقيقي خسارة إن واحد بالموهبة دي يكون مسيرته بالمنظر ده. خليني أقول لكم إن محمود كهربا 3 أو 4 مرات يسافر سويسرا وتركيا وما ينجحش، لأنه مش في دماغه أصلا. رجع على الزمالك وكان أحسن جناح مهاجم وقتها، وكان كابتن التيم في نادي اتحاد جدة، لدرجة إن هما وعدوه بمكافأة 2 مليون لو الفريق فاز بالكاس. متفهمش المشكلة فين؟ يعني بدل الفرصة 10 وبدل النادي 4 و5، لكن النهاية دايما بتبقى واحدة. ونجح محمود كهربا في قيادة اتحاد جدة للحصول على بطولة كأس ولي العهد السعودي على حساب نادي النصر، وكان هداف الفريق في مسابقة الدوري برصيد 13 هدف. خلينا نقول يا جماعة إن عقلية الجيل الحالي في كرة القدم المصرية يعني مش صفر، لا تحت الصفر للأسف. يعني السوشيال ميديا واخدة عقل اللعيبة، وإن كل واحد عايز يبين نفسه قدام الجمهور ويعمل نمرة على اللاعب الفلاني وعلى الجمهور الفلاني علشان خاطر إن هو يعمل نمرة ويبقى النجم والموهوب الكبير قدام الجماهير. للأسف ده بيأثر على مستوى اللعيب. واللي ماشي على الطريق بتاع كهربا للأسف إمام عاشور. إمام عاشور أنا شايفه من أحسن اللعيبة في مصر، لكن للأسف عقليته هتضيعه. إمام عاشور لو ملحقش نفسه وراجع نفسه هيبقى نفس مسيرة محمود كهربا وإبراهيم سعيد.